الموضوع بيبدا بسلوك صغير قوي، الام بتعديه وتتغاضى عنه. انه قليل ادب، انه بيقول الفاظ بذيئه، انه بينزل الشارع، انه بيعمل حركات بايديه، انه بيتكلم مع اطفال اكبر منه في السن، انه حد قال له شوف مشهد او شوف فيديو على الموبايل لموقف وحش او موقف مخل. الفيديوهات اللي بتتعرض على كل السوشيال ميديا، ليه بنتكلم طول الوقت على مخاطر الموبايل والشاشات على الاطفال الصغيره، مع انها اخطر بكتير قوي على الاطفال اللي في السن ده. لما يجي لي طفل عنده 10 سنين و11 سنه بيتفرج على فيديوهات مش كويسه، لما يجي لي طفل في المرحله الاعداديه ولا في مرحله، ولا داخل مرحله مراهقه خلاص، واصحابه قالوا له تعالى دخن وتعالى اشرب معرفش ايه وتعالى اعمل ايه. كل دي مشاكل سلوكيه اصلا اكيد ما جاتش مره واحده، اكيد كان عندنا مشاكل بسيطه من قبلها واحنا تغاضينا عنها وسكتنا عنها لحد المشكله ما تفاقمت وزادت قوي لما طفل يبقى عنده 15 سنه خلاص ويعمل موقف زي اللي حصل مع البنوته ايسل. ربنا يرحمها يا رب ويصبر اهلها ويكون في مش هنقول قانون رادع للاطفال اللي بتعمل كده، الاهالي